مرحبا معكم الأنسة روان معلق، أنسة رياضيات. رح ناخد اليوم الدرس الثالث، الوحدة الثالثة، المضلعات المنتظمة. ما معنى مضلع منتظم؟ نقول أن مضلع منتظم إذا كانت أطوال أضلاعه متساوية وكانت قياسات زواياه متساوية. يعني إذا كان عندي شكل رباعي أضلاعه فقط متساوية ولكن زواياه ليست متساوية فالشكل ليس مضلع منتظم. أما إذا كان عندي شكل زواياه متساوي وأضلاعه غير متساوي فأيضا يكون مضلع غير منتظم. فننتبه كتير على هذا الموضوع، إنه لازم تكون أطوال أضلاعه متساوي وقياسات زواياه متساوي ليكون المضلع مضلع منتظم. رح نشوف نحن هاي الأشكال. عندي الشكل الأول معين، نحن نعرف المعين أطوال أضلاعه متساوية ولكن زواياه ليست متساوية وبالتالي هذا المضلع غير منتظم. عندي هذا الشكل رباعي قطره متعامدان فكمان أضلاعهم بيني غير متساوية فهو مضلع غير منتظم. عندي المربع أطوال أضلاعه متساوية وأيضا زواياه متساوية، قياس كل منها يساوي 90 درجة. عند المستطيل زواياه متساوية ولكن أضلاعه ليست متساوية، فقط عندي كل ضلعين متقابلين متساويين وبالتالي أيضا مضلع غير منتظم. مثلث متساوي الأضلاع أضلاعه متساوية وزوايا قياس كل منها 60 درجة فأيضا متساوية وبالتالي هو مضلع منتظم. عندي مثلث متساوي الساقين، في فقط الساقين متساويتين وزاوية القاعدة متساويتين. هل زوايا الثلاث متساوي؟ لا. هل الأضلاع الثلاث متساوية؟ لا، وبالتالي أيضا مضلع غير منتظم. وبالتالي يكون تعريف المضلع المنتظم هو مضلع قياسات زواياه متساوية وأطوال أضلاعه متساوية. فنحن لما بيجي السؤال أثبت أن هذا المضلع هو مضلع منتظم، بدنا نثبت أنه الأضلاع متساوية وأنه الزوايا قياساتها متساوية. ننتبه كتير على هذا الموضوع. عندي خواص كتير بتفيدني بالمسائل. كل مضلع منتظم، هي الخاصة الأولى، قابل للارتسام في دائرة، بمعنى وجود دائرة مارة برؤوسه، ويسمى مركز الدائرة المار برؤوس مضلع منتظم هي أيضا مركز المضلع المنتظم. هذا الحكي كتير مهم طلاب. شو بيفيدني؟ مثل عندي أنا هذا الشكل، تمام، ABC متساوي الأضلاع فهو مضلع منتظم وبالتالي في دائرة تمر برؤوسه، تمام. فأو هي مركز المضلع المنتظم وهي أيضا شو هي مركز الدائرة. شو يعني؟ يعني إنه OA و OC و OB هي أنصاف أقطار فبالتالي شو بيكونوا أطوالهم متساوي. كتير بتفيدني بحل المسائل. 2 عند الخاصة 2، إذا كان AB ضلع في مضلع منتظم مركزه O وعدد أضلاعه N. نحن قلنا المضلع ممكن ما يكون بس رباعي، ممكن يكون ثلاثي، رباعي، مسمن، مخمس، مسدس، تمام، حسب قد ايه بيكون عدد أضلاعه. فأنا لما بدي أحسب طلاب هيدي الزاوية اللي هي AOC أو AOB أو BOC، نفس الفكرة هون، تمام، نفس الفكرة هون. كيف بحسبها للزاوية اللي بتكون هون؟ من خلال القانون 360 درجة على N عدد الأضلاع، تمام. وبالتالي شو بيكون عندي؟ أنا بدي أحسب مثلا الزاوية AOB هي نفس طلاب قياس الزاوية BOC هي نفس AOC. كيف بحسبها؟ من خلال القانون 360 درجة على N، ف360 على 3 عدد الأضلاع، شو بيطلع معي الجواب؟ 120. وعندي طبعا قياسات الزوايا نحن بنعرف انه كل منا شو بتساوي 60 درجة. عندي هون المربع ABCD أيضا مضلع منتظم، فكمان كيف بدي أحسب قياس الزاوية AOD أو DOC BOC AOB؟ من 360 على 4 بيطلع الجواب 90. ونحن بنعرف إنه قياسات الزوايا المربع كل منها يساوي 90 درجة. طلاب هدول الشغلات خلينا نكون حافظينها، تمام، مشان أنا بالمسائل تكون أنا عندي شغلات بديهية بتصير إنه دغري هي بعقلي. أوكي، مثلا عندي المسدس المنتظم كمان قياس زوايا اللي هون هي AOB BOC COD هي 360 على 6 رح يطلع معي الجواب 60. نحفظ إنه هيدي 60. وقياس الزاوية
ABC هي الزاوية تمام، هي 120. كتير مهم هذا الحكي. إذا بنستفهم هون، إذا بننتبه، O هي مركز الدائرة تمام، وأيضا هي مركز المضلع. OB و OC هي شو؟ أضلاع متساوية. ليش؟ لأنه هي أنصاف أقطار. و O 60، وبالتالي مثلث متساوي الساقين فيه زاوية 60، فالمثلث متساوي الأضلاع، فأيضا هي 60 وهي 60. انتبه على هذا الموضوع. أوكي؟ طيب تعالوا نحل مثال. عندي أنا A B C D E F G H مثمن منتظم. هنا قايلين إنه هو مثمن منتظم. O هي مركزه، مركز طبعا الدائرة المارة برؤوسه. ما قياس الزاوية ABC؟ أوكي، كيف بدي أحسبها؟ رح أجزئها لجزئين تمام، من المثلث ABO والمثلث BOC. ننتبه. أول شغلة قلنا O هي مركز دائرة، رح أستفاد منه، معناته OA و OB متساويين. أوكي، أنصاف أقطار. طيب معناته مثلث زاوية الساقين مع زاوية القاعدة متساوية، ما اختلفنا. هيدي الزاوية هون كيف بحسبها أنا للAOB؟ 360 على 8. 360 على 8 يعني 45، ومثلث متساوي الساقين، فشو بصير عندي؟ زاوية القاعدة متساوية. معناتها كيف بحسبها؟ هي 180 مجموع زوايا المثلث ناقص الزاوية O اللي هي 45 تقسيم 2. ليش تقسيم 2؟ قلنا لأنه زاويتا القاعدة متساوية، فبصير عندي هذا القانون ABO يساوي 180 ناقص 45 على 2. شو بيساوي؟ 67 درجة. إذا وبالتالي الزاوية ABO شو بتساوي؟ 67.5. أوكي؟ طيب طلعت معي الزاوية هي طلاب. أوكي؟ هي ذاتها لما بدي أحسب أنا BOC بنفس الفكرة، إذا هي 45 وهذا المثلث متساوي الساقين، فنفس الفكرة اللي هي لمين؟ للزاوية OBC تمام، كمان 67.5 درجة. فأنا كيف بتطلع معي معناتها ABC؟ هي شو؟ مجموع الزاويتين تمام، مجموع الزاويتين. شو راح يطلع معي الجواب؟ 135 درجة. أوكي؟ إذا وبالتالي حسبت أنا قياس الزاوية ABC. تمام؟ في عندي مثال طلاب، هذا المثال كتير مهم. طلاب هذا المثال إجا مرة بأسئلة الامتحان النهائي، ما في غيره مذكور بهي الوحدة، فكتير مهم ننتبه عليه. عم يقولوا لي ممكن يجي طلب من مسألة كاملة. أوكي، ABC مثلث مساوي أضلاع، مركزها O، مرسوم في دائرة طبعا، مركزها O ونصف قطرها 1.4. الأنصاف أقطار هي OA OB OC. أحسب الطول AB. بدهم الطول AB. ننتبه كيف رح أحسب طول AB. رح أرسم ارتفاع تمام من مين؟ من عند C يمر ب O. أوكي، CH طبعا يصل عند AB بالنقطة H. أوكي، عندي أنا CH صار ارتفاع. أوكي، طيب AO طبعا هي نفسها أيضا، إذا أنا وصلت لعند ABC كمان هو ارتفاع. أوكي، طيب ننتبه على شغلة. طالما عندي هاد صار ارتفاع، فعندي المثلث AOH مثلث قائم. وفي معلومة أخدينها بالثامن، لما بيكون عندي مثلث مساوي الأضلاع ويكون CH في ارتفاع، فيكون محور ومتوسط ومنصف. كتير مهم هذا الحكي. طيب بيكون CH ارتفاع، فأيضا هو متوسط. شو يعني متوسط؟ يعني يقسم الضلع إلى قسمين متساويين، يعني AH شو بتساوي؟ نص مين؟ AB. طيب إذا عندي أنا
ومنصف يعني يقسم الزاوية إلى قسمين متساويين، يعني إذا هيك 60 هي 30 هي 30 هي 30 هي 30 هي 30 هي 30. فأنا طلاب عندي صار الزاوية اللي هي HAO شو هي؟ 30. أوكي؟ 30. طيب وعندي AOH مثلث قائم فيه زاوية 30 شهيرة و AO 1.4. فكيف بحسب AH؟ حسب النسب المثلثية. طبعا معي أنا الزاوية، معي الوتر وبدي الضلع المجاورة للزاوية 30، معناتها شو بدي أحسب؟ كوساين. معناتها كوساين ل30 شو بتساوي؟ المجاور على مين؟ على الوتر اللي هو AO. أوكي؟ معناتها AH شو بتساوي؟ AO قديش؟ 1.4 ضرب كوساين ل30 قديش؟ هي جذر 3 على 2. أوكي؟ طيب وAH شو قلنا؟ قلنا هي نص AB. فمعناتها لما بيجي بكتب AH هي نص AB اللي هي 1.4 ضرب جذر 3 على 2. شو بعمل؟ أنا ما بدي النص، بدي AB لحالها، بيجي بضرب النص جزاء القوسين جزاء الطرفين، أو فيني بضرب ب2 لروح النص من هون. تمام؟ شو بتصير؟ AB بضرب الطرفين ب2 شو بتصير؟ تروح ال2 مع ال2، معناتها AB شو بيساوي؟ 1.4 جذر 3. وهيك بكون أنا حسبت طول AB. كتير مهم هذا المثال. هيك نحنا بنكون خلصنا درس المضلعات المنتظمة. تحققوا الدرجة الوظيفي لإلكم للبيت، تتأكدوا من فهمكم للدرس، ويعطيكم ألف عافية.